هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم العشاق القرنابيط والبيض؟ اليوم سوينا أكلة صحية تجنن، إن شاء الله تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. بالطاوة خلينا زيت الزيتون، وخليت بصل مفروم ناعم، وهالدور حمسته، وطبعا من حمسته هالدور أضيف عليه الكاري أو أي بهار تحبون تخلونه. بس مجرد غلبته وضفت إلى المعجون. حبايبي لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يوصل لكم كل جديد. وهسه بعد ما حمسنا المعجون ويا البصل، هالدور ضفنا إلى ماي، وراح نضيف إلى الصلصة الحارة، وانتو إذا ما تحبون الصلصة الحارة لا تضيفونها. هالدور ضفت إلى بربكة، وضفت إلى ثوم مطحون وبصل مطحون، وخلطتهن كل زين، ينطلنا نكهة كلش طيبة. وهسه حبايبي راح أضيف إليه كريمة الطبخ. طبعا هاي الأكلة سريعة ومو متعبة وبسرعة تحضرونها. وهالدور نضيف إلى القرنابيط اللي سالقينه، وبعد ما ضفنا القرنابيط نضيف إلى شوي ملح، لا تكثرون ملح حتى لا يصير عندكم مالح. عندي بيض سالكته وقطعته أنصاف، والدور خليته عليه، وضفت إلى خاشوقة من الزعتر، وما تتصورون الريحة ما شاء الله، ملت البيض كلش طيبة. وهالدور ضفت إلى جبن موزاريلا أو أي جبن متوفر عندكم، حتى لو جبن شرائح، وتخلونه مدة 5 دقائق وتطفون النار. شوفوا الجمال ما شاء. وهسه حبايبي تعالوا نذوق الأكلة مالتنا اللي تجنن، وإن شاء الله تعجبكم. واللي هنا راح أترككم في أمان الله، إلى اللقاء فيديو جديد.